السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من افكار لللانش بوكس. الفيديو ده فكرته جديده، انا هوريكم انا اشتريت ايه علشان اعمل اللانش بوكس اللي هم بياخدوه معاهم كل يوم للمدرسه. لو عجبتكم الفكره دي قولوا له ودوسوا لايك على الفيديو ده علشان نعمل منه تاني ان شاء الله، او نعمل كمان فيديو المشتريات البيت كله كل اسبوع. نبتدي على طول ونشوف انا جبت ايه. الحاجات دي كلها انا جايباها من باندا. فهنا اول حاجه انا جبتها هو توست اللي باللبن. انا الاول كنت بجيب التوست الابيض العادي، بس انا عجبني توست بالحليب ده، لان انا من ورا كده هوريكم بيكون فيه كميه من الكالسيوم اكتر، وطبعا دي حاجه طبعا الاطفال بيحتاجوها خالص. فهنا في هتلاقوا فيه كالسيوم كتير يعني، وطعمه جميل يعني كمان. فعلشان كده يعني انا بنصحكم تجربوا ده لو انتوا بتحبوا التوست الابيض. طبعا الفينو علشان السندوتشات العاديه والفطار. توست بني، وده اكتر لابني الصغير لان هو بيحب التوست البني اكتر من التوست الابيض، ودي حاجه كويسه يعني الحمد لله. كمان هنا انا جايبه البيبي كاروتس ده لبنتي الصغيره، هي دايما بتطلبه، فان شاء الله كده يعجبها. وطبعا الحاجه المفضله عندهم كلهم اللبن بالشوكولاته، دي من نجوم من المراعي، ودي بيكون فيها 18 واحده، وكل واحد فيهم بيكون 150 ملي. هنا في كمان دانيل بالشوكولاته، الحب الاول والاخير لبنتي الصغيره، طبعا لازم نجيبه يعني. في هنا توت احمر واتنين من الفراوله عشان كل الاطفال بيحبوها وانا كمان، واناناسيه وهنا في طماطم صغيره، بطيخه، وانا حاولت اجيب اصغر بطيخه موجوده لكن للاسف كان كل البطيخ حاجه عملاقه يعني، فدي اصغر واحده. وهنا جبت انا معلقه او مغرفه الايس كريم، لان انا شفت على اليوتيوب كان بيستخدموا دي، او هي في واحده مخصوصه فعلا للبطيخ علشان بيطلعوا منها زي كور صغيره كده، فبيبقى شكلها ظريف جدا. انا يعني حاسه ان انتوا اكيد كنتوا شفتوها، فانا ان شاء الله عايزه اجرب برضو اعمل كده للاطفال علشان يتشجعوا ياكلوها يعني. فهنشوف بقى هينفع معاهم ولا لا في فيديوهات اللانش بوكس. هنا في مكرونه بالجبنه، ودي انا بجيبها من باندا دايما، واسمها شوب رايت، ومش بلاقيها غير في باندا، بس هي جميله يعني، انصحكم ان انتوا تجربوها. ندخل بقى على الحاجات الحلوه. هنا انا جايبه لهم 3 من كندر جوي، كل واحده 2 بنات واحده اولادي كده اهو. ولقيت السكيتلز دي هي كان عليها ديسكاونت، وحسيت ان هي عملاقه ممكن تكفي معانا شهر كامل، لان انا بحب اديهم حبه صغيرين، فان شاء الله دي تقعد معانا فتره. هنا بقى حاجات السندوتشات اللي هو رومي مدخن والبيبروني ده الاساسي، وخيار علشان كلهم بياكلوه. ده تقريبا كل حاجه. لو عجبتكم فكرة الفيديو ده قولولي في الكومنتات تحت الفيديو، او دوسوا لايك على الفيديو. وان شاء الله نحاول نكرر الفكرة دي، او نعمل كمان مشتريات الاسبوع كله للبيت كله ان شاء الله. واحب اشكر صاحبة الفكرة اللي قالت لي ان انا اعمل فيديو عن مشتريات اللانش بوكس. ده كل حاجة، ان شاء الله نشوفكم قريب في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.